الاسماعيلي والزمالك بيتعادلوا في مباراة ما كانتش الأمتع والأقوى من ناحية الأداء، ولكن استوقفني وبشدة ضربة الجزاء الغير محتسبة لصالح نادي الاسماعيلي. شوف هنا مهاجم الاسماعيلي وهو بيشمس المسلوسي ازاي ان المسلوسي لما اتزحلق اعاق اللعيب وكعبله في رجله. باين جدا اصطدام رجل المسلوسي برجل مهاجم الاسماعيلي، فمن وجهة نظري هي ضربة جزاء صحيحة وصريحة 100%. بس الغريب في الامر ان الفار حتى ما وقفش اللعبة علشان يعمل لها تشيك او ان هو يشوفها، وما نادوش على الحكم ان هو يشوفها. معنى كده ان هي من وجهة نظر الفار والحكم الرئيسي اللعبة ما كانش فيها اي شبهة ركلة جزاء، ودي حاجة بالنسبة لي غريبة ومحتاجة تفسير. يمكن شفنا اداء صفقات نادي الزمالك في اللقاء، الصفقات الجديدة عبد الله السعيد ومحمد شحاتة اللي اتغير بعد 35 دقيقة، وواضح جدا ان الضغوط الجماهيرية في نادي الزمالك والضغط اللي اتعرض له كمان من جمهور نادي الاسماعيلي كان صعب عليه ان هو يحتمله، واتغير بعد 35 دقيقة بس. عبد الله السعيد ظهر بشكل الى حد ما جيد بالنسبة للظهور الاول. توظيف ابراهيم انداي كباك شمال كان توظيف يعني غريب جدا، والراجل حتى اتصاب ما قدرش يكمل المباراة، وكان نقطة ضعف وثغرة واضحة قدر عبد الرحمن مجدي يعمل خطورة كبيرة عن طريقها في الشوط الاول. قول لي انت بقى ايه رأيك في ماتش الاسماعيلي والزمالك، وايه رأيك في اداء الصفقات الجديدة وخصوصا ناصر ماهر؟ وما تنساش اللايك والفولو.